خير عليكم حبايبي، كيف حالكم؟ أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا كويسين وبخير وجمعة سعيدة مقدما. اليوم حبيت نشارك معكم ونديروا مع بعضنا كب كيك لانش بوكس للمدرسة. أول حاجة عندنا حنضيفوا دحيتين وخمس معالق كبيرة من السكر وظرف من الفانيليا، وحنضيفوا 5 معالق كبيرة من الحليب. المقادير طبعا كلها كيف ما قلت لكم بالمعلقة اللي هي الكاشيك. بالنسبة للزيت حنحطوا معلقة كبيرة من الزيت اختياري، ممكن تحطوا مثلا بدل الزيت سمن أو زبدة، ما فيش مشكلة. الدقيق 5 معالق كبيرة دقيق. طبعا الدقيق يختلف من نوع الآخر، لو حسيتوا إنها خفيفة أضيفوا معلقة واحدة أخرى كبيرة. أنا استخدمت الكيك شيف مش البيكنج باودر. كان ما فيش مثلا عندكم الكيك شيف ممكن عادي تستخدموا البيكنج باودر، معلقة كبيرة ممسوحة. وضفت شوية من الزبيب اختياري، طبعا الزبيب انتم عارفين فوائده واجد، بديت للأطفال للتركيز والأطفال اللي عندهم مثلا النسيان. هنقلب المكونات كلها مع بعضها، وكنت مجهزة الكوشة اللي هي الفرن على درجة حرارة 150 من تحت. طبعا المكونات حنقلبوها بدون لا كبة لا خلاط لا مضرب كهربائي، بالفركيتة اللي هي الشوكة. طبعا استخدمت الطاجين الكب كيك، حطيت فيه الأوراق. ممكن عارفين حتى تديروها على الغاز في مقلاية تكون غير قابلة للالتصاق. أنا ندير فيها الكيكة هذه وقت المدرسة وقت المدرسة في الصبح، يعني قبل ما يمشوا المدرسة بنص ساعة، لأنها ما تاخدش وقت أو مجهود. ممكن كيف ما قلت لكم على الغاز تكون في مقلاية، مثلا ديروها في مقلاية تكون غير قابلة للالتصاق. هنحط في الأوراق ربع الورقة، يعني مش نصها، الربع. لو حابين مثلا تضاعفوا المقدار ما فيش أي مشكلة. نكونوا مجهزين طبعا الكوشة اللي هي الفرن على درجة حرارة 150 من تحت. أول ما تحسوا إن اللون الذهبي بدأ يطلع في الأجناب نطفوا من تحت ونولعوا من فوق. بجد سريعة وما فيهاش وقت ولا مجهود. إن شاء الله حتجربوها وتعجبكم. توا إلى الكوشة، أنا حطيتها يعني في الرف في الوسط، يعني في الكوشة في الوسط مش تحت. عندنا هيك خلاص طابت وتحمرت. أنا حنحس حمرتها واجد، ما نحبش الكيكة تقعد فاتحة. بجد سريعة، إن شاء الله حتجربوها وتعجبكم. إن شاء الله نشوفكم في فيديوهات جديدة ووصفات جديدة لللانش بوكس، بالذات بتاع أو الطلبة أو الأطفال وقت المدرسة. إن شاء الله ننزلكم أفكار حلوة وإن شاء الله تعجبكم، ونشوفكم حبايبي في فيديو جديد ووصفة جديدة. ودمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.